إن الله تعالى فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج 5 صلوات في اليوم والليلة، ف5 في العمل و50 في الأجر. ولقد فرض الله تعالى وشرع الآذان لتنبيه الناس بوقت دخول الصلاة، فالآذان هو فرض كفاية يقوم به بعض المسلمين للنداء للصلاة. ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال بن رباح أن يؤذن للصلاة عند دخول وقتها، حتى لقب سيدنا بلال بأنه مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يرد في أي كتاب من كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بالآذان، فلم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لمرة واحدة في حياته. فما هو السبب والسر في عدم قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان؟ فلقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بأمور الدعوة وأمور المسلمين، ومنهم من قال إن الأذان لم يشرع عليه وإنما نزل أن يؤذن الناس للصلاة، ومنهم من قال أنه لم يؤذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن للصلاة ولم يستجب أحدا من المسلمين للنداء ولم يذهب للصلاة أو لم يذهب إلى المسجد فيكون بذلك قد فعل ذنبا كبيرا، وهو عصيان النبي صلى الله عليه وسلم. وعصيان النبي صلى الله عليه وسلم هو ذنب أكبر من تأخير الصلاة، لذلك لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم مخافة ألا يحضر أحدا من الناس فيكون قد فعل إثما عظيما. حبيبي في الله، بإمكانك الاشتراك في القناة لنتبادل الآراء معا لنصبح صحبة طيبة ونلتقي في الجنة بإذن الله.